مريمات الكتاب المقدس الجزء الأول للكاتب أمين هلال. مريم أخت هارون كانت نبية ومرنمة وقائدة. الكاتب بيبدأ يعرفنا مين هي مريم. بيقول إنها بنت يهودية من سبط لاوي، اتولدت في مصر، أبوها عمران وأمها يوكابد، وتربت في عيلة تقية بتحب الرب، وهي أخت هارون وموسى. مريم كانت معروفة بالشجاعة والحكمة، وده اللي خلاها تنقذ أخوها موسى من الموت زي ما مكتوب في خروج 2. وبعد حوالي 80 سنة لما موسى رجع مصر وأخرج الشعب من إيد فرعون وشق البحر الأحمر، شفنا مريم المرنمة وهي بتقود الشعب كله في الترنيم، بيسبحوا ربنا على الخلاص العظيم اللي عمله علشان ينقذ شعبه من العبودية. مريم كانت كمان قائدة وليها تأثير كبير على الناس اللي حواليها، وكانت بتحرك كل الجماعة لهدف واحد عظيم، وفاهمة فكر ربنا كويس. ومش بس كانت مرنمة وقائدة، لكن كانت كمان نبية، يعني ربنا كان بيعلن ليها فكره عشان توصله للشعب. لكن حصل إن مريم وقعت في خطية لما اتكلمت على موسى بسبب الغيرة والحسد اللي بيطلع من طبيعتنا الفاسدة، والرب عالجها وغفر ليها ذنبها بعد ما هي وهارون اعترفوا بخطيتهم ضد موسى وضد الله. وهنا بنشوف موسى وهو بيصلي علشان الرب يشفي مريم، وده بيعلمنا إحنا كمان نصلي عشان الناس اللي بتسيء لينا. مريم بنت مرض. الكاتب بيوصف مريم وبيقول إن أمها بيسيا كانت وثنية وبنت فرعون، ومريم بقت تابعة للرب يهوه، ومن نسلها جات سلسلة المسيح اللي هي من سبط يهوذا. الكاتب بيشبه حالنا قبل ما نعرف المسيح بحالها، وبيقول إحنا كنا أولاد إبليس لكن بقينا أولاد الله، كنا أبناء المعصية ودلوقتي بقينا أولاد الطاعة، كنا أبناء الغضب وبقينا أولاد أحباء، واتنقلنا من الظلمة إلى النور العجيب. إحنا دلوقتي مؤمنين حقيقيين بالمسيح، وبقينا ملوك ممسوحين، وهنكون بعد الاختطاف ملوك متوجين، ولما المسيح يملك هنملك معاه ونكون ملوك حكيمين. وكمان إحنا بقينا كهنوت مقدس وملوكي عشان نقدم ذبايح روحية مقبولة عند ربنا بيسوع المسيح، زي ذبائح البر والشكر والحمد والروح المنكسرة والمتواضعة، وتكريس حياتنا وتقديم أجسادنا ذبيحة حية، وكمان ذبيحة التسبيح وفعل الخير والعطاء. ومش بس كده، إحنا بقينا كمان كهنوت ملوكي علشان نعلن ونذيع لكل الناس في العالم عن فضائل اللي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. والكاتب بيختم كلامه يقول: ياريت نعرف مركزنا كملوك وكهنة، ونعيش حياتنا بطريقة تفرح قلب ربنا وترضيه في كل اللي بنعمله. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد. ربنا معاك.